صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عملناه مع بعض. النهاردة ان شاء الله جايلكم بروتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعله علينا وعليكم سعيد. قولوا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وجايلكم كمان بافكار حلوة جدا جدا للتوفير، ويوم اقتصادي كده واكلات اقتصادية بدون لحوم وبدون فراخ وبدون اي حاجة. تابعوا الفيديو للنهاية، واذا عجبك من فضلك ما تنسيش تحطي لي اللايك. وشوفوا الكارثة اللي حصلت لي النهاردة في المطبخ كمان. حاجة كده يعني، وانا بحط اللبن زي ما انتم شايفين كده، طرطش على البوتاجاز وبهدل الدنيا، وكان ممكن الكريستالة الازازة بتاعت غلية اللبن دي ممكن تتكسر وتبهدل الدنيا. فانا حبيت اسيب لكم المقطع ده زي ما هو، عشان الكل يستفاد منه وما يعملش الخطأ اللي انا عملته دوت. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. ويلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملنا ايه كده في روتيننا النهارده. اول حاجه كده انا ابتديت بيها، نظفت الرخامات وفتحت شباك المطبخ واديت المطبخ كده تلميعه على السريع، والبوتاجاز كمان بتاعي اديته تلميعه برضو مكان طرطشة اللبن والكارثه اللي انا عملتها دي في المطبخ. وعملت كده شويه شعريه باللبن للفطار زي ما انتم شايفين كده. اقتصاديه وحلوه ومشبعه وكلها بروتين وحاجه كده اللهم بارك تفتح النفس، وجميع اولادنا بيحبوها وبيحبوا طعم الشعريه باللبن. عملتيها ازاي يا دودي؟ عملتها، جبت الشعرية حمرتها، كوباية من الشعرية حمرتها في معلقة سمنة او زيت زي ما حضرتك تحبي، ونزلت عليها بلتر لبن او حليب زي ما بتقولوا في البلاد العربية. إيه، اخواتنا الحبايب قلبنا الاشقاء العرب. وجبت كده كيلو حليب غليته، وطبعا نزلت على الشعرية وحطيت سكر حسب الرغبة، وحطيت كيس فانيليا. وفي التزيين حطيت كده كوباية عليها جوزة الهند زي ما حضراتكم شايفين كده ناعم. وفي ناس بيحبوها عندي بجوزة الهند، وفي ناس ما بيحبوهاش بجوزة الهند، فحبيت ارضي جميع الاطراف. وبعد كده عملت كوباية قهوة زي ما انتم شايفين كده. ايه، اعدل بقى بيها مزاجي كده الصبح، واخد كده قسط من الراحة 10 دقايق كده اشرب فيهم كوباية القهوة بتاعتي، واقعد افكر كده وارتب يومي اشوف هعمل فيه ايه. واثناء ما بشرب القهوة انا ماسكة ورقة وقلم او النوت بوك بتاعتي او الكراسة بتاعتي، اي حاجة بكتب فيها المهام اليومية بتاعتي. وطبعا ما تضغطيش نفسك وما تجيش على نفسك وتقسي على نفسك، عشان انتي في النهاية بني ادمة، مش مكنة بتدوريها وتشتغلي طول اليوم 24 ساعة. انتي في النهاية بني ادمة، من حقك ترتاحي ومن حقك تتعبي ومن حقك تشوفي طلبات بيتك وطلبات اولادك، ومن حقك برضو انك تاخدي قسط كده من الراحة ليكي، انك ما تبقيش مهملة في بيتك، وكمان ما تبقيش مفرطة في صحتك وبهدلة صحتك وبهدلة نفسك. انت في الاول وفي الاخر بشر، والمفروض ان اللي بدنك عليك حق. يعني انت بترتاحي وبتاخدي وقت من اليوم كده انك ترتاحي فيه وتهدي اعصابك، ولو 10 دقايق في اليوم. خشي كده اوضتك، ادخلي اوضتك واشربي كوبايه القهوه بتاعتك، وانت بتفكري اثناء الشرب القهوه انت هتعملي اكل ايه في يومك، هترتبي ميزانيه يومك. لو انت بتاخدي الميزانيه بتاعتك باليوم هترتبيها ازاي، هتعملي ايه. وطبعا تشوفي طلبات بيتك، تاخدي كده مهمة او مهمتين او 3 في اليوم هتبتدي انك تعمليهم. ما تضغطيش نفسك وتحطي كده في الورقة حوالي 20 طلب المفروض تعمليه في يومك وانتي مش هتقدري تعمليه. وكده انا جهزت معاكم فطار كده سريع، شوية سلطة كده بمية السلطة بتوع الحاتي دول اللي هما بتوع الكباب والكفتة، انا عملتهم جنب الطعمية. بصراحة بيخلوا طعم الطعمية دي في حتة تانية كده مع سندوتش عيش بلدي كده، وتشربي من السلطة دي بيبقى طعمها رهيب. وكمان حضرت طبق من الخضار كده متقطع، وحمرت شوية بطاطس وطبق فول والطعمية وعيش كده سخن وما شاء الله، وبتنجان مخلل وحاجة كده تفتح النفس، وينفع معاكي كمان الاكل دوت كغدا اقتصادي وكعشا كمان، على حسب ما بتحبي العشاء بتاعك يبقى تقيل ولا خفيف، على حسب انتي بتظبطي امور بيتك ازاي. زي ما حضرتك شايفة كده ده كان فطارنا، كان فطار خفيف وسريع وسهل وبسيط ويفتح النفس زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى اتفضلوا معانا في الاكل الجميل الشعبي الحلو ده. زي ما انتم شايفين كده، واذا وصلتي معايا لحد هنا من فضلك ما تنسيش تحطي اللايك لاختك دودي،
واذا ما اشتركتيش بالقناة وعجبك القناة كده خدي لفة فيها، واذا عجبتك من فضلك اشتركي وفعلي زر الجرس اللي جنب اللي تحت الفيديو على كلمة الكل عشان يوصلك مني اي اشعار فيديو جديد بنزله. وتعالوا بقى نشوف الغدا الاقتصادي السهل السريع الممتع اللي طعمه والله العظيم تحفة جدا جدا، كبار وصغار بيحبوه بيعشقوه، وهو العدس بجبة. ربع كيلو من العدس بجبة هيعمل لك أكلة اقتصادية تحفة. وشوفي طريقتها معايا واحدة واحدة كده وعلى السريع حاجة كده اللهم بارك. انا كده عملت ايه، نقيت العدس بجبة وغسلته وحطيت عليه شوية مية وسايباه يتسلق على النار نص سلقة. وجبت حلة معايا خرطت فيها بصلاية كده ناعم، وابتديت احط عليها المادة الدهنية بتاعتي سواء بقى زيت سمنة على حسب ما بتحبي تطبخي. انا هنا طبخته بزيت ذرة زي ما حضرتك شايفة كده. وحاولي تقللي من السمنة والزيت عشان برضو الصحة وعشان التوفير، يعني الاتنين، صحتك والتوفير. عفوا. زي ما حضرتك شايفة كده عندي دور برد بقى فظيع، ادعولي كده ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. وكده حطيت معلقة توم مفروم صغيرة طبعا، وابتديت اشوح كده لحد ما البصلة تدبل معايا وتبتدي لونها يبقى ذهبي معايا كده هي والثوم. وهنشوف تاني ايه اللي هنعمله دلوقتي. زي ما حضرتك شايفة كده هسيب بقى البصلة تصفر معايا وتبقى لونها ذهبي كده، والعدس كمان معايا بيغلي وبيستوي اهوت. هنديله كده نص تسوية، وهنعمل اكلة طعمها تحفة يجنن يا بنات. طعمها خطير جدا، الكبار والصغار والله العظيم بيحبوها جدا وهيعشقوها. ومعايا كيس صلصة صغير كده نزلت عليه بالبصلة لما اصفرت معايا هي والثوم. وبرضو نص رتل من الطماطم، يعني نص كيلو من الطماطم المضروبة في الخلاط زي ما حضرتك شايفة كده. واول فكرة معايا من افكار التوفير، اعملي لستة طلبات اللي هتنزلي تشتريها المهمة الضرورية اللي انت عايزاها لبيتك فقط. ما تنزليش تشتري كده عشوائي، لا لازم تكتبي. وهنا ضفت ملح وفلفل اسود. تاني فكرة معايا وطبعا كزبرة ناشفة، وطبعا رشة كمون. كل دي كده بهارات بصراحة بتطعم الاكلة دي وبتخليها في حتة تانية خالص. وتاني فكرة معايا وهي ان انا ما انزلش اشتري عشوائي واتابع العروض، لكن اشتري منها اللي هيفيدني واللي انا عايزاه اللي محتاجاه لبيتي ضروري. مش هشتري كده وخلاص اي عرض ينزل قدامي ان انا معجبة بالعرض ده فاشتري اشتري اشتري. كده انا عمري ما هبتدي اوفر اي قرش، وهبتدي اصرف مصروف البيت من اول اسبوع في الشهر وارجع اقعد بقية الشهر اغني انا ما معيش فلوس. صح كده ولا لا؟ اغلبيتنا يا بنات بنعمل كده. وهنا معايا طاسة على النار، انا كده العدس استوى معايا نص سوا وصفيته كده في مصفى وسايباه بقى يهدى معايا على ما الصلصة بتاعته تتسبك. هنا عملت ايه، ضربت عصفورين بحجر زي ما انتم شايفين كده. حطيت شوية زيت صغيرين وابتديت اقلي فيهم الفلفل المتقطع ده. هتعملي بيه ايه هتشوفوه في اخر الفيديو يا جماعة. وهنا الصلصة معايا اتسبكت وهنزل بالعدس بتاعي زي ما انتم شايفين كده. دي اسمها العدس ابو جبة ابو صلصة كده، اللي امهاتنا وجداتنا كده كانوا بيعملوه زمان. حاجة كده ريحة وطعم وحاجة كده اللهم بارك، حاجة خطيرة خطيرة واكلة اقتصادية حلوة قوي. ممكن تعملي جنب منها كمان طبق بتنجان مخلل. ممكن تعملي جنب منها شطيطة اللي هو الفلفل الحامي بالشطة لو انتوا ليكوا في الشطة وبتحبوا الشطة بالدقة الثوم والصلصة. وطبعا هنا انا في نفس الزيت اللي قليت في الفلفل انا نزلت بنص معلقة من الثوم كده صغيرة. وهبتدي اعمل معاكم طشة العدس بجبة، طشه كده زي الملوخيه الخضراء بالظبط. لما بتيجي تطشيها دي بقى بتودي العدس في حته تانية خالص. يا بنات جربوه بالطريقه دي والله العظيم تحفه هتدمنوه. زي ما انتم شايفين كده انا طشيت العدس بطشه الثوم. تالت فكره معايا هنا في افكار التوفير، خصصي كده يوم فيه لحوم يومين ما فيهمش لحوم، يوم فيه لحوم يوم ما فيهوش لحوم. كده خصصي افكار التوفير بالمنظر ده. مره اكلات شعبيه، مره اكل زي اللي انا عاملاه دوت العدس بجبه. ظبطي دنيتك وظبطي امورك والدنيا هتمشي. وكمان استغلي ان النور المكان اللي انت قاعده فيه هو ده بس اللي يشتغل، باقي الشقة تبقي قافلة النور بتاعها. ووفري عن طريق الكهرباء وتقللي في استهلاك المية وقللي في استهلاك الكهرباء. ده هينفعك جدا جدا. مش هتيجي اخر الشهر او اول الشهر بتدفعي مبلغ وقدره في الكهرباء والغاز والمية والحاجات دي.
وطبعا الفلفل لما قليته انا عملت طبق كده طماطم مخلله بالثوم والفلفل، حاجه كده اللهم بارك. وده منظر الاكل بتاعنا، وده النهايه بتاعه الفيديو. اذا عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لاختك دودي اللايك، وتشاركيني كده بكومنت حلو قمر زيك. وما تنسوش الشير في الخير عشان الكل يستفاد. تعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم وحبايبكم وقرايبكم. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم النهاردة، ونهاية حلقتي معاكم النهاردة. واستنوني في فيديوهات جاية كتير بإذن الله، مع روتينات واكلات اقتصادية واكلات توفيرية وروتين توفيري وحاجات كده جميلة. مع الف مليون سلامة، ودمتم سالمين وفي رعاية الله.